اللي بغيت نقول بانه الان اولا حنا يعني فخورين بالقضاء ديالنا، اولا فخورين بالصحافه ديالنا، فخورين بالنيابه العامه ديالنا اللي اليوم بينت باننا فعلا هذا كاين، ولكن اكدته ان العداله ما يمكنش تمشي بدون دفاع. لا بد من النيابه العامه ولا بد من الدفاع، حتى كما قال احد الزملاء حتى يكتمل ذلك الطائر ويرسو على بر الامان. اذا النيابه العامه اكدت هذا الموقف وقالت ان هناك تناغم، وقالت بان لو كنت اعلم مسبقا بان هذه المحاكمه ستكون على هذا الشكل لا طالبت بتوثيقها وتسجيلها لتكون مرجعا للمحامين المتمرين وتكون مرجعا للملحق القضائي اذا ما ارادوا الولوج لهذه المهنه اللي هي مهن قضائيه. اذا هذا الحمد لله في المستوى هذا. شنو اللي يعني ما على ماذا يمكن ان نستشف منه ونستخلص منه؟ يمكن نستشف منه اولا هو ان العداله بخير، ثانيا هو ان القضاء ديالنا كيعطي واحد الاريحيه للمحاكمات من هذا النوع، وثالثا وهو بغيت تسجلها وبغيت الاخوان الصحفيين ان يركزوا عليها، وهي انه المواطن المغربي من خلال هذه المحاكمه النموذجيه عنده مكانه كبيره في نظر العمل القضائي وفي نظر يعني المحاكم المغربيه، انك باش تخصص الكلمه الاخيره يعني جلسه خاصه احتراما لذاك المواطن. كان ممكن اليوم ياخذوا الكلمه الاخيره ويدخلوا المداوله اليوم، ولكن المحكمه حكيمه ورزينه وعطته الحق ديالو حتى يهيئ كلمته الاخيره، حتى يرتاح، لانه هو مأثر هذاك الانسان مؤثر. يقدر انه الكلمه الاخيره ديالو تكون ماشي في صالحه او تكون فيها ارتباك، فاعطته يعني انه يعاود يجلس مع الدفاع ديالو، يناقش مع الدفاع ديالو الشيء اللي قال المحكمه، يناقش مع الدفاع ديالو الشيء اللي قال الوكيل العام، يكون القناعه ديالو ويقول الكلمه الاخيره للمحكمه. والمحكمه هذه المده ما بين الجلسه اليوم وجلسه الكلمه الاخيره ستعيد يعني مناقشه القضيه فيما بينها، وستناقش وتعيد الاستماع باريحيه الى ما رجع امامها الان، تعاود تصنت له من خلال المحاضر ويكون خير ان شاء الله.